باش نحكي حكايات في السياسه مع الستار باش تحسب روحك انت خطيك وما سمعتهمش وكذا. انا صديقي اي في بالي. اي انت تو كي طاح سيدي لمين كي طاح في العاده ديما الملوك تتضامن مع بعضها. العرش مثلا كي طاح الملك فيصل العرش الاردني تضامن مع العرش العراقي. جلاله العرش العلوي في المغرب عليه ما تضامنش مع العرش التونسي. جلاله محمد الخامس كان سفيره حاضر، هو سفير ليبي حاضر في المجلس القومي التأسيسي. لما وقع الإعلان الجمهورية غادروا المكان. غادروا المكان وطلب جلالته بسحب سفيره وتقطعت العلاقات لأنه طلب إيواء العائلة الحسينية. هذاك انا باش نقول لك هو المرحوم محمد الخامس كانت علاقه جيده مع بورقيبه، ما كانش ينجم يقول ابعث لي عائله الواحد عندي انا وكذا. مولاي الحسن كانت علاقته جيده مع بورقيبه. مولاي الحسن الثاني لا حتى محمد الخامس. لا محمد الخامس لما سامحني خليني نكمل عاد بلادي ونعرفها. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنى لكم بألف خير وسلام. فكيف ما شاهدتم أنا في التقديم الأصدقاء فيديو يستحق المشاهدة. باش ما نطولش عليكم نخليكم تشاهدوه ونتلاقاو في النهاية. جانا من المغرب الأقصى، مغرب الرباط والدار البيضاء وتطوان وفاس وكل المدينة ومراكش وكل مدينة مغربية لنا معها عاطفة وحب وعشق بين تونس والمغرب. فرحان برشا لا ديفا نعيمة سميح. وين نعيمة سميح؟ راها في المغرب توجور او ماروك. elle a grandi ما شاء الله. عندها ما شاء الله عليها. سي نوتر ديفا ما شاء الله عليها. نعيمة سميح سيدي عبد الستار. اول شيء قبل ما نحكي على السيده نعيمة سميح المطربه من صوت ياسر حلو، حبيت نقول انا قبل شويه كان في بيت الطائفه الدرزيه في بيروت قبول عزاء الاميره كاميليا بنت الامير حسن الاطرش والاميره امل الاطرش اسمهان. توفات نهار الاثنين. بنت اسمهان توفات. بنت اسمهان وخاتمه العنقود من كبار ال الاطرش عليها رحمه الله. قبل شويه كان الفرق نتاعها. فيما يخص السيده نعيمه سميح اللي هي تولدت في درب السلطان اللي هو تنجم تقول باب سويقه نتاعنا. معناها خرج اغلب الفنانين لي سبورتيف المذيعين الممثلين خرجوا من درب السلطان. الدار البيضاء كذا خرجوا من درب السلطان. معناها مكان فيه برشا فنانين وبرشا. هذه الصوره نتاع الاميره كانت نتاع اميره كاميليا. كاميليا يا تشبيه ما تجوش عنده الحق يحكي على الامراء. هو امير ويحب الامراء. انت يحكي على جنوب الصحراء ويحكي على الامراء. علاش في لون الحداده؟ صارت في حداد على الاميره بجد. هكا ذكرنا عمل لو سون بلو ولون الحداد. ما هذيك علاش توا مع المغرب انت غاديك ملك واجواء ناسي وماليه. اخوي انا جو ريسبكت بالنسبه لي انا هذا هو موروث الانسانيه. فيه فتره من الفترات هذوما ويلزمنا نستحق في العالم اتخ ان برانس. راهو بالنسبه لي هو معناتها سي كيلكو شوز دو نوبل. والناس يجيبوهم سبيسيالمون في لي زيفينمون الكبار نقول لك جبت البرانس الفلاني حتى كان ما عندوش توا ماديا ماهوش مريقل لكن عنده هيك لا نوبليس نتاع العائله. بالضبط. ناصر غمض ودنيك باش نحكي حكايات في السياسه مع الستار باش تحسب روحك انت خطيك وما سمعتهمش وكذا. اي في بالي. اي انت تو كي طاح سيدي لمين كي طاح في العاده ديما الملوك تتضامن مع بعضها. العرش مثلا كي طاح الملك فيصل العرش الاردني تضامن مع العرش العراقي. العرش العلوي في المغرب عليه ما تضامنش مع العرش التونسي. جلاله محمد الخامس كان سفيره حاضر، هو سفير ليبي حاضر في المجلس القومي التأسيسي. لما وقع الإعلان الجمهورية غادروا المكان. غادروا المكان وطلب جلالته بسحب سفيره وتقطعت العلاقات لأنه طلب إيواء العائلة الحسينية. هذاك انا باش نقول لك هو المرحوم محمد الخامس كانت علاقه جيده مع بورقيبه، ما كانش ينجم يقول ابعث لي عائله الواحد عندي انا وكذا. مولاي الحسن كانت علاقته جيده مع بورقيبه. مولاي الحسن الثاني. لا حتى محمد الخامس. لا محمد الخامس لما سامحني خليني نكمل عاد بلادي ونعرفها. انا مش تعرفوا حاجه انه لما جاء اول زياره رسميه لتونس المستقله قد قام بها جلاله محمد الخامس لتونس. لما خلط للمطار كان سي الحبيب باش يستقبله صف جلالته باش يهبط من الطياره. قال انا جيت المملكه يجيني الملك نتاعها يستقبلني
وقبلوا الملك نتاعو كانت لاغوت كافي كولا لو فاز. هذيك النقطه اللي استعملها سي الحبيب. لا سي الحبيب قال معنا باش نولي ثالث انا، خاطر جاء هو وجاب ولي العهد نتاعو اللي هو مولاي الحسن، ثم جاب معاه محمد البكي وزير الاكبر، فسي الحبيب يلقى روحه في مرتبه ثالثه. فكانت نقطة للآثار، ولذلك ما تلغات المملكة. لا هذا اللي صار، هذا اللي صار، والتصاور موجودين والناس موجودين. نحكي على عائلتي راهو يا سي عماد. يعني تقول أنت العلاقة مع محمد خامس أما العلاقة الباهية كانت مع الحسن الثاني ببورقيبة. يعني أنا كيفاش عمل سي الحبيب مش يصلح العلاقات. على خاطر قاطت العلاقات مقطوعة، ما عندناش علاقات دبلوماسية بين تونس والمغرب، حتى لين مات بغتة جلالة محمد الخامس تحت العملية، وسي الحبيب في فرنسا قطع زيارته الرسميه وروح للمغرب وحمل النعش على كتافه. في لقطات سيدنا مولاي محمد السادس قال لي بفمه وهو ولي عهد، يقول لي الوالد موصينا نهزوا عرش. انت قابلت سي ايوه هو ولي العهد. اسمع سي زوي قابلته وما راه في بعضنا يا اسطوره تتكلم وين قابلته؟ قابلته في المغرب في دار الغزاوي اللي هو سيدي محمد الغزاوي. استقبلك باعتبارك شنو؟ لا مش استقبلنا، احنا كنا في عرس مدعوين الاثنين. في عرس حضرت في عرس بتاع في عرس في عرس الاسطوره هذه. تعرف اللي بورقيبه عمل باساسيون. يا ودي بلعب تقولش يحكي ذكريات. خلينا نكمل الكلام. يحكي في ذكريات يا عماد مانيش تحكي في في عرس سيدي العزيز الغزاوي ولد سيدي محمد الغزاوي اللي كونسيل سا ماجستي اللي كان متزوج لكنزه الغزاوي. استدعاك انت عليه مش انا على خاطر انا منهم. ايش دخلك؟ منهم الدم الازرق هكا الدم الازرق. alors وقتها قال لي بالكلام هذا، قال لي الوالد مولاي الحسن وقتها حي موصينا نهزوا نعش الحبيب بورقيبه لما يتوفى اكراما له، خاطر هو 12 اللي ما حصلش في المستير اللي ما حصلش للاسف الشديد. ولكن كان حاضر ولي العهد مولاي رشيد. ولي العهد مولاي رشيد حضر. مولاي رشيد خاطر ملك في المستير هو ما يحضرش في جنيف. سي برهان جامي ما يحضرش ملك المغرب في جنيف. هكا في الاعراف البروتوكول المغربي جلاله الملك. سي برهان باش ناخذ الكلمه، هو حكايه على الامراء، انا نحكي على المدرسه البورقيبيه الغالب مستيري اقوى مني معناتها فهمت. ما يلزمك تفهم حاجه، وقت اللي الحسن الثاني لا ايتي انترفيوفي في الفرانس 2 وتجبد لو سوجي نتاع تونس، قال كلمه كبيره على بورقيبه كانت تعرفوها الكلمه. بيان سور معناتها لا بالعكس، وقال لك العلاقه جيده كانت مع الحسن الثاني. مع الحسن الثاني مع محمد الخامس. لو جيني دو بورقيبه لساعه، لو جيني دو بورقيبه كيفاش رجع العلاقات. هذيك لو جيني دو بورقيبه تري انتيليجون. سوفيت نسمع الملاعب باش نقولش تم قمعي. انا نحب مانيش راني في بار تحليل تاريخي. كلمه تاريخيه. شوف وقت اللي توفى محمد الخامس كي اسوري لا باساسيون الحسن 2 هو بحبيب بورقيبه. هذا اول حاجه، وهذا عندي فيها رساله. هذا موثقه اش دخل بورقيبه في العشرة على بورقيبه كي اسوري لا باساسيون. ما يسالش خلي يقول لك شيء. خلي يقول تو بورقيبه الى اسوري لا باساسيون انت محمد خامس الحسن الثاني. وعندي رساله كل مره. هو كان هو اللي عدى مجلس العلماء وقال لهم اقبلوا الحسن الثاني. يزيد يدخلوا الحسن الثاني ولي العهد. يودي حسن الثاني ولي العهد لكن صغير. هز النعش دخلوا في العهد. حسن الثاني ولي العهد لكن صغير. بورقيبه هو اللي هو كي دخل بورقيبه في المغرب. هو اللي عدى الباساسيون. بورقيبه رئيس على المغرب العربي وقتها يقول له يشاوروا على القضايا، يقول له الملف هذا كاش تعمل فيه، الملف هذا كاش تعمل فيه. يزيد الخلويط نتاع الباساسيون. الباساسيون هذا موجود. البيعه الخاصه والعامه. طب تعلمني تاريخ عائلتي. هكا هو. شكون عائلتك يا سي عبد الستار؟ العائله الحسينيه والعلويه. هيا سيديا. شنو سي عبد الستار؟ عاود. عائلتي حسنيه لان ننتميو للحسن بن علي. حسنيه صحيح. مش مع بعضنا ارجوكم بربي. لا ما نقولش مع بعضنا. هذه معطيات تاريخيه تو التاريخ يحكم لها وعليها، ولكن مستبعد شويه نبود ليه وانا في الحبيب لا موجود. العرش وحده الله يرحمه. للتاكيد تو الحلقه الجايه نتابعوها. يلا فما واحد اخر كي قبل ما يدخل البنكه، قبل ما نكملوا، قبل ما يصل لباس الوطن الملك. هذه بعد اول حاجه. لا اسمعني عاملين لك الاخرى هذيك الله ينصر هذيك. وتحيه تونس. تحيه تونس ما تزيع فوالا. لا لاباس انا متاكد راهو. انا احسن سوفينير عندي هو نهار كانت الثوره في تونس، جا ملكنا الحبيب الله ينصره محمد السادس يتمشى في شارع بورقيبه. ايوا وهذا سي لو ميور سوفينير اللي انا يجمع الشعوب بيناتهم. هذا هو اللي نحب نخليه عندي. بيان سور اكيد الشعوب تبقى.
عماد ميرسي بوكو. هذا كله على اللي كنت ريت شكون كان يجي في كارتاج وقت كانوا سي عمار الصخيري وقتها مدير مدير مهرجان كارتاج. عمار الصخيري خالك وقتها مدير هذا وقتها غنى عبد الوهاب دوكاري. تقريبا هذيك سي عمار الصخيري اللي هو خالي واللي يمكن قراس للحفلات اللي انا تفرجت فيهم في كارتاج وحمامات. انا وليت ميوزيسيان خاطر انا في العائله الوالد كان تعرف برهان كان عسكري دونك خالي عمار الصخيري ربي يفضله مازال في صحه طيبه ربي يطول في عمره ويفرج فينا ونعملوا له تحيه. يلا هذو الناس تعرف هو انت تعدي فيهم لقينا روحنا حافظينهم. معناها الاغنيه المغربيه راهي تجاوزت انتم زدتوها لي فخير ميغري بيان سور عطيتوها بعد عالمي اكثر تقنيات. اما رانا نحفظوا كما حفظنا نعيمه سميح حفظنا العزه جلال لاله فاطمه والحاجه الثانيه والحاجه الثانيه اسمعني والحاجه الثانيه اللي لا تعترف لا بخلافات انا نشوف فيهم قبيله وربي معايا انا الضحيه في الوسط راهو ما خيرش من الفن اللي يجمع الكل. راهو انت تحكي على الفن تشوف الابتسامه وتشوف الميساج المزيان تجبد موضوع عنده علاقه باختلاف التشنج وغيره. خلينا بربي في هالفن اللي يجمع. فاصل صغير هذاك فني زاد لا يفسد للود قضيه. امانه ناصر لن نقع فيه. اسمع فك الجو بتاع فما فولكلور فما جو في الفولكلور المغربي قعدت في مخي ديما والله امي يا حسره على ذكرياتنا في الطفوله بداو والله نتشحطحوا قدام التلفزيون وحدبك الجو. المقطع اللي تعملوا فيه في الاخر هو هذيك تو باش تعمل لي حاجه من هذيك بلا جيتار. اي بلا جيتار ما يسالش شيء تو يدربوا لك جماعه غاديك على الواحد عندنا شكون يدربكوا غادي ما يسالش. اي شجعوه هيا شجعوه هيا ايش هي الاغنيه؟ خلي هو اي كلمات محلاه سيدي مراكش هذا حاجه مراكشيه هذه ولله فاطمه هو حميد الزاهر حميد الزاهر هو اللي يبدا حاطط الوحده الاغنيه هذه. لكن حبيت ثم مطربه كبيره مغربيه توفت اخيرا عن سن متقدمه قريب من 100 سنه. حجه الحمداويه الله يرحمها للعيطه طرب العيطه اللي صد توا فما اغنيه غنيتها مطربه اخرى مغربيه هي سنه غير فوا اللي تغنيها الحاجه الحمداويه. شنو حكايتها شنو حكايتها جميله هذه الاغنيه هي هذيك كنت ربي كبار وصغار. لا انا ما نسمحها لك. هي وخاصه يا خويا الفيولون خاصه هي راهي غنيت هي وغنت ناصر بربي عندي سؤال في وسط الكلام تقول حاجته مقضيه جلول. شنو هي حكايه جلول؟ خاطر انا عندي صاحبي ديما اموره مريقله جلول. هو ليستوريان لو غران هيستوريان. بالحق شنو ما عندكش فكره في الكلمات تقول حاجته مقضيه جلول؟ ايكوت كاين واحد الكلمات اللي قدامين كانوا تستعملوا في الملحون وحتى في الاندلسي في العيطه وسي بيان سور والان ما بقاوش متداولين. يا سيدي هذه مش مع بعضنا. لا مرحبا ما بقاوش هذه الكلمات متداولين كثير يعني بحال تلقى في انا نعرفها كما قلت بالفيرسيون تاع الفيرسيون القديمه نتاع الحاجه الحمداويه كيف تغنيها راهو تذكر اسماء نتاع الاولياء والصالحين. على جلول هو سيدي عبد القادر الجيلاني عاده يذكر سيدي ابراهيم الرياحي يذكر سيدي احمد التيجاني اغلب الاولياء والصالحين في الاغاني. نسمع ملاحظه سيدي نفس الشيء حبيت باش نقول له خاطر هما قعدوا يتعاونوا في شنو هو جلول قلت له راهو اسم من اسماء سيدي عبد القادر الجيلاني الغوث الاعظم. اما راهو للتاريخ برهان لا بروغراماسيون تاع فيستيفال كارتاج سورتو في البريود نتاع عمار الصخيري والبريود زاده نتاع رجاء فرحات كانت فما خدمه كبيره على العروض اللي جايتنا من المغرب والجزائر وليبيا. وكانت العروض هذه راهو للامانه راهو كانت الكاشيات نتاعها سواء ما فماش جمله دون لو كادر دو ليشونج كولتوريل انه الفرقه الوطنيه تعمل كومبلي معناتها كانت فما خدمه كبيره على لو غران مغرب. وكان عندنا مهرجان الاغنيه المغاربيه في مهرجان بوغرني بربي تتذكروا بيان سور سيليدي عندنا السيد جانا من المغرب وما يسمعش شعرنا وكذا واحد مالوي انت توا في هاك الميكرو خويا تو انت في احدى القصور الملكيه تو باش نحسك انت يا مراكش يا الوردة. اي خويا المتمرده. اي
تمردي مرة لو كنت صادقة إن التمرد مجنون كأشواقي. الله. يا غزير الحسن يا طلق المحيا، يا عنيف الوصل لا لو تقسو علي، سأعيش الوصل في عنف وليل وأعيش الدهر. يا غزير الحسن يا طلق المحيا، يا عنيف الوصل لو تقسو علي، سأعيش الوصل في عنف ولين وأعيش الدهر والدنيا لدي. يا غياث الغيث يا غيث الدوالي، يا يقين الشك في كأس الحمية، يا رقيق الظل يا أشهى كتاب كنت فيه الوحي أو حرف النبي. الله لا 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 لا. يا كثير الحسن يا حسن يا سر احترافي، قبلة كالنار في ثغر الثريا، كن قريبا أو بعيدا لا أبالي، فأنا كالوقت لا أخلو إلي، وأنا كالبحر كم أفشي جنوني، ليظل السر في جهري خفيا. يا شفاه الجمر كم أحرقت برقي وملأت الكأس رقراقا شهيا، أين مني حين أيقنت احتمالا أن يكون العشق غدارا وفيا، أين ذاك الوعد والوعد شفيع لزوال الشك كي نبقى سويا، أين أنت الآن يا أشهى شقي، يا نقي البوس لا تطلق يدي. الله. ناصر طبعا في اطار المشاريع سمعت اللي فما هكا ان بروجي ما نعرف صحيح ولا مع ايمان الشريف، سي فغي؟ وي جوستومون عندك مشروع مع ايمان الشريف؟ كاين تعامل مغاربي انا والفنانه ايمان الشريف اللي تحيه لصديقتنا. تحيه ليه اخت ايمان. جات عندنا المهرجان ديالنا في المغرب صيف لودايا بالرباط، الى في ان غران كونسير تما، ودرنا على الخشبه ديو. تعرف الفنانه بركل عليها بحال مع سفيان دغيا فهمتيني فيت في. فمن بعد رجعات شرفتني، رجعات لو غران توماج دو مون بير اللي درناه في المسرح محمد الخامس بالرباط، وجاو بزاف برشا فنانين جاو من فرنسا، هي مثلت تونس، وفكرنا انه نديروا ان كليب، نديروا اغنيه نسجلوها في الاستوديو اللي تكون فيها لهجه مغاربيه ما بين اللهجه التونسيه والمغربيه. اكيد. ناصر توا عندها حشنا بانتاجك انت، ظهر لي عندنا حاجه جديده باش تغنيها لنا توا. ايوه او كالميكرو بحذاك توا. لا ناصر هذايا يعطيك الصحه يا ناصر، برافو. هذا الانتاج الجديد بتاعك ان شاء الله. ان شاء الله. هذا بعد الحفله بتاع تكريم الوالد ظهر لي في الواحد حفله ما نعرفش عندك صور سيده فوالا. هذه الحفله لوماج اللي تعملت لتكريم الوالد، هذا كان باي تاريخ؟ لو 20 جانفيي كان لوركستر هنايا انتركولتوريل دو ماروك. فوالا تري بيان. وبيان سور يافي الحضور ديال لي جولدن هاند، سي ان جروب قديم ديال لو روك او ماروك في لي زاني 70 كانوا حتى هما تعاملوا مع لي فخيغ ميغري وشرفوني، وكانت ايمان الشريف. ايوا وهنا اون في لي بالونس اي تو بور بريباري لو سون. اي وي سيتي ان بو سبيكتاكل ايموفون، بوكو ديموسيون. اي وي هذا الاستعدادات للسبيكتاكل بالطبيعه في البروفات بتاعكم. الله يرحم الوالد، فرحانين برشا ان استقبلناك ناصر. وصلنا لاخر البرنامج توا. ان شاء الله كله عماد. ما نخليكش انت اخر كلامك بورقيبه والعرك السياسه. شنو خل نعدي لك بربي يا عم داير وياك هذه. لا مش نعمل سياسه. تنجم تحل السياسه المره هذه عربيه. اوكي. كل عام وقت نذكرها كيما اللقيت هذايا لو 13 فيفري. والله في الواحد ما يصيرش ما نختموهاش هي ما برا بركه. هذه تاريخنا في العالم العربي جزء من مأساة. لو 13 فيفري كانت الولايات المتحده الامريكيه طيحت قنابلها على ملجأ في بغداد اسمه العامريه. من المفترض الاولاد صغار كي يهربوا في الملجأ يكونوا محميين بالقانون الدولي وكل شيء. القنابل وقتها اخترقت الامطار تحت الارض وارتكبت مجزره كبيره، كان مجزره العامريه. نتذكروها بعض اصدقائي يتذكروها من غدوه في الاذاعه الوطنيه. كانت العباد في حاله مشاعر ما تتخيل، وكانوا يعديوا في الاغنيه هذه على اصداء مجزره وملجأ العامريه. كيف الاغنيه جايه من المغرب زاده
وغناها عبد الوهاب التوكالي. تراه ذكر عبد التوكالي وقتها هي صحيح اغنيه على ماساه المهاجرين التوانسه المهاجرين العرب في فرنسا وفي اوروبا عموما، لكن وقتها الاذاعه الوطنيه ربطت هذا نفس الفتره. كان يوم نتذكروا يوم ممطر وقتها والله، كاين حتى السماء بكيت وقتها نهار ملجا العمريه اللي وقتها الله يرحم شهداء العمريه وشهداء العراق وشهداء البشريه الكل اللي ماتوا في الحكايات هذه ظلما، ولاد صغار محطوطين غاديكا في صراع. وقتها بدات العدوان اكثر من 30 دوله على العراق عام 91 في كل الحالات. يلا نختموها لازم بالتفاؤل. سفيان عمل جديد يبدو عندنا خدمه جديده. ايش عندنا سفيان؟ ان شاء الله فما تورني تبدا نهار 16 مارس باش نمشيو لاول مره لمدينه ساقيد سيدي يوسف. اي جميل. الصغيرات تاع ساقيد سيدي يوسف من حقهم ان يراو ان سبيكتاكل دو جاز، دونك باش نمشيو دون لو كادر دو سيكا جاز اكسبيرينس باش نعملوا مع رمزي جبابلي هذوما هذه الصور تاع المشروع. المشروع برزخ دونك باش نمشيو للصغار هذوما باش نعديو معاهم نهار كامل باش يمسوا لي انسترومون. On va faire des ateliers, le batteur باش يحاول يأطر les batteurs خاطر ça peut commencer par le fait d'assister à un concert. déclic radical. الصغير يولي يحب يمس الانسترومون. اليوم ساهل ياسر نجموا نعملوا ابيل ادون، نجموا نجيبوا الات موسيقيه ونهديوهم للصغيرات. هذاك اهم لي برشا من كرتاج حتى. برافو سفيان سبتة، صحة شرفنا بالحضور. كيف ما شاهدتوا معنا الاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم الاصدقاء تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من اجل انه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق يعني بالقناه ديال مروكو فوريفر. فتهلاو في راسكم، تلاقاو في فيديو اخر بموضوع اخر، والسلام عليكم.